السلام عليكم. يقول أحد الرجال، يقول: منذ 20 عاما قلت كلمة إلى اليوم أستغفر الله من تلك الكلمة. فقالوا له: وما تلك الكلمة؟ قال: قلت الحمد لله. قالوا: أوف، أتذكر الله ثم تستغفر منها؟ قال: نعم. قال: كنت في بيتي فذهبت صباحا إلى السوق، فاستقبلني رجل يركض فقال: يا أبا عبد الله، احترق السوق كله، احترقت دكاكين السوق كلها إلا دكانك سلم. فيقول: في غفلة مني قلت الحمد لله. يقول: ثم تذكرت أصدقائي وجيراني الذين احترقت دكاكينهم. يقول: منذ 20 عام إلى اليوم وأنا أستغفر الله وأتصدق كفارة هذه الكلمة التي قلتها. اليوم نحن في أورفا، وبعد هذا الزلزال حصل والرعب يتصل علينا أهلنا وأصدقائنا وأقاربنا من كل مكان. فعلا أول كلمة نقولها أنه الحمد لله نحن سالمون، الحمد لله، فعلا الحمد لله نحن سالمون وأبناؤنا سالمون. أما في الحقيقة هناك الكثير من الناس غير سالمين، لقد سقطت بيوتهم وقتل الكثير من الناس، قضوا تحت الأنقاض. نسأل الله أن يرحمهم ويغفر لهم، نسأل الله أن يشافي الجرحى، نسأل الله أن يعوض من تضرر. والحمد لله على كل هذه أقدار الله سبحانه وتعالى، إنما الزلازل والكوارث والبحار والرياح إنما هي جنود من جنود الله، يرسل الله حتى نتوب ونعود إليه. الحمد لله على كل حال.